باحثة مصرية توفت بطريقة غامضة في باريس. هل سيناريو سميرة موسى بيتكرر تاني؟ ايه الحكاية؟ تعال قول. ريم حامد بنت مصرية عندها 29 سنة، سافرت فرنسا عشان بتحضر دكتوراه في البايوتكنولوجي وعلم الجينات، وده بعد ما حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من جامعة باريس. ريم اتوفت بعد كام يوم من منشورات غريبة جدا كتبتها على صفحتها على السوشيال ميديا. المنشورات دي كان مضمونها انها متراقبة طول الوقت سواء في البيت او في المواصلات، والمراقبة كانت عن طريق ناس بعضهم مجهول وبعضهم تعرف. كمان كان في محاولات لاختراق الأجهزة الخاصة بيها، ده غير تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية. والأغرب إنها صرحت بإنها اتهددت رسمي من شخص ما بيشتغل معاها في معهد البيولوجيا التكاملية، وأكد عليها إنها ما تجيبش سيرة عن أبحاثها وكل ما يخص طبيعة شغلها في فرنسا. مش بس كده، ده كمان قالت إن جارتها كانت بترش مواد مخدرة على باب شقتها كانت بتسبب لها سرعة في نبضات القلب وضيق في التنفس. بعدها بكام يوم المنشورات اتمسحت، وكام يوم كمان تم الإعلان عن وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، وده كان يوم السبت